السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في وصفة جديدة من وصفاتنا. اليوم رح نعمل مع بعض الشاورما على الطريقة الفلسطينية. عندي كيلو من صدر الدجاج المقطع شرايح طولية بهذا الشكل. كيلو الدجاج عبارة عن صدرين تقريبا من الدجاج، ممكن نستخدم الفخذ وطبعا حسب الرغبة. هلأ رح نضيف عليهم في أول خطوة معلقة كبيرة من المايونيز، وعليهم معلقتين من اللبن الزبادي. اللبن بيدي طراوة وطعم طيب للشاورما، وراح نقلبهم مع بعض بشكل منيح حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها. هلأ في خطوة اختيارية راح أضيف معلقة من الكاتشب، فيكم تستغنوا عنها ولكن هي بتدي طعم ونكهة كتير طيبة للشاورما. ونقلب المكونات مع بعض، وبعد ما ننتهي من تقليب كل المكونات الرطبة مع بعض راح نضيف عليها البهارات يلي راح نستخدمها اليوم للشاورما. عندي من البهارات نص معلقة صغيرة من الثوم البودرة، ونص معلقة صغيرة من البصل البودرة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون، شطة مطحونة حسب الرغبة، 4 معالق كبار من بهار الشاورما. راح أضيفهم على الخليط ونحركهم منيح مع بعض. هلأ راح أضيف معلقة كبيرة تقريبا من الخل، كمان عصير ليمون تقريبا معلقة كبيرة، ما يعادل معلقة كبيرة لأنه إحنا ضفنا خل. وبالنهاية راح أضيف الملح، طبعا الملح حسب الرغبة لأنه ما تنسوا إنه إحنا ضايفين خل وليمون فما بدنا نزود ملح كتير، يعني تقريبا نص معلقة كبيرة من الملح. وبنقلب المكونات مع بعضها. هلا المكون الأساسي في هاي الوصفة هو بهار الشاورما، ولكن إحنا الإضافات يلي ضفناها رح تدي للشاورما طراوة وطعم ونكهة طيبة رح تعجبكم إن شاء الله. هلا بدي أغلف الوعاء معنا بنايلون مطبخ وأدخلها التلاجة ساعة أو ساعتين على الأقل، ويفضل إنها تتمها بالتلاجة ليلة كاملة. وهيك أصبحت معنا الشاورما جاهزة للطبخ بعد ليلة كاملة في التلاجة. بس أنا ضفت قبل ما أدخلها التلاجة معلقة كبيرة من البابريكا، الفلفل الحلو المطحون، لأنه نسينا نضيفها بالمقادير. ويلا مع بعض نشوف طريقة الطبخ. هلأ في مقلاية واسعة على النار أنا ضفت 3 معالق تقريبا من الزيت النباتي، 3 معالق كبار. رح أضيف عليهم قطع الشاورما، ولكن مثل ما إحنا متعودين ضروري إنها تكون النار عالية والزيت حامي في حال ما بدي طبختنا تنزل مية كتير. طبعا احنا ما بدنا الشاورما تنزل مية، فراح نحافظ انها تضل النار عالية والزيت حامي، وبعدين نضيف قطع الشاورما. هلأ راح انزل قطع الشاورما. هلأ انا بنزل قطع الشاورما، ولكن ضروري انه ما نحطها فوق بعض حتى ما تنزل معنا مية كتير. راح اوزع قطع الشاورما على المقلاية كلها. هيك انا نزلت كل قطع الشاورما يلي معنا، وحاولت اني اوزعها على كل اجزاء الطاسة. وكمان ضروري انه التقليب يكون بعد 3 دقايق تقريبا، ما نقلب اول ما نضيف قطع الشاورما حتى تتماسك معنا القطع ونقدر انه نقلبها بسهولة. هلا تقريبا مر 3 دقايق، بلشت، شايفين كيف بلشت تاخد لون والروائح الطيبة، ما اقول لكم قد ايه ريحتها طيبة. هلا اخذت معنا هذا اللون الذهبي اللي شايفينه بالكاميرا. راح نقلب عدة دقايق تانية، ما راح تاخد معنا وقت طويل. ولما نحس قطع الفراخ استوت راح نطفي عليها النار. بعد عدة دقايق اخذت معنا قطع الشاورما هذا اللون الذهبي يلي شايفينه بالصورة. راح احاول اقرب الكاميرا، ما راح تاخد معنا وقت طويل وراح تستوي خلال ربع ساعة مع التقليب كل شوية.
ولما نشوفها استوت منيح بنطفي عليها النار. وطبعا مثل ما انتم شايفين ما نزلت معنا مية ابدا. راح نقلبها كمان تقلبتين ونطفي عليها النار، والنار طول الوقت ضروري انها تكون عالية مثل ما قلنا. هيك اصبحت قطع الشاورما معنا جاهزة، ومثل ما حكينا ما بتاخد وقت كتير، ممكن تاخد من 15 ل 20 دقيقة حسب النار معكم. لما تتأكدوا انها نضجت معكم القطع طفوا النار. هلأ هي ماخدة لون اجمل بكتير على الطبيعة من اللون يلي واضح معكم بالصورة. هلأ راح اطفي عليها النار، وهلأ راح نعمل مع بعض صوص الطحينة يلي بنحب نقدمه بجانب الشاورما. عندي في الطبق 5 معالق كبيرة من الطحينة، راح اضيف عليهم المية بشكل تدريجي. ونخفق بهذا الشكل. راح نستمر بالخفق لعدة دقايق حتى يتماسك معي القوام. هلأ لاحظنا انه الطحينة بلشت تجمد معي وتاخد هذا القوام. هلأ راح اضيف ليمون. انا عندي عصير ليمونة حجم كبير، راح اضيفها على الطحينة واستمر في التقليب لحد ما تتمزج المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد. هلأ القوام اصبح عندي بهذا الشكل. راح اضيف رشة من الملح. طبعا قوام صوص الطحينة للشاورما المفترض انه يكون قوام وسط، ما يكون سائل كتير او جامد كتير حتى ما يذوب معنا السندوتشات. وهلأ بنضيف رشة صغيرة من الملح وبنقلب المزيج. طبعا المية بتضيفوها حسب الحاجة، اذا بتحبوا انه يكون سائل اكتر فيكم تضيفوا مية اكتر، ولكن القوام لازم يكون معنا وسط. انا راح اكتفي بهذا القوام بهذا الشكل، وهيك بيكون صوص الطحينة اصبح معي جاهز. وهلا راح نجهز مع بعض البصل بالسماق. في الطبق راح اضيف معلقة كبيرة من زيت الزيتون، بيعطينا نكهة كتير طيبة للبصل. وعليهم راح اضيف عصير ليمون. انا عصرت ليمونة كبيرة، وممكن نضيف معلقة من الخل. وهلأ راح اضيف عليهم معلقتين كبار من السماق ورشة من الملح، وراح اقلب المكونات كلها مع بعض لحتى تمتزج كلها بشكل جيد. وبعد هيك راح اضيف عليهم البصل. انا استخدمت بصلتين قطعتهم لجوانح شرايح بالطول، شرايح ضروري انها تكون معنا رقيقة بهذا الشكل حتى تاخد نكهة وطعم اطيب. راح اضيفهم للخليط يلي جهزناه. وهلأ الافضل في هاي الوصفة انه نقلبها بالايد ونضغط ضغط خفيف حتى ما يتكسر معنا البصل. راح نضل نقلب لحتى تمتزج كل المكونات مع بعضها. طبعا راح يكون الطعم معنا كتير رائع وحامض مثل ما احنا بنحب. ممكن تضيفوا زيادة من الليمون حسب ما بتحبوا نكهة الحمض معكم في الوصفة. هلا اذا انتم ما بتحبوا البصل يكون طري معكم وبدكم اياه يضل محافظ على هشاشته مثل ما بنجيبه، ممكن فقط انكم تضيفوا رشة من الملح
والسماق بنفس المقدار لكل بصلة، معلقة كبيرة من السماق، وتقلبوا بالشوكة، ما تقلبوهم وتضغطوا عليهم بهذه الطريقة لحتى يضل البصل معكم على هشاشته. ولكن أنا بفضل هاي الطريقة بجانب الشاورما. هلأ بنسيبه بعض الوقت لحتى تاخد الطعم النكهات من بعضها. هيك بتكون وصفتنا لليوم أصبحت جاهزة. ممكن تعملوها سندوتشات أو تغمسوها بالخبز اللبناني. أنا قدمت معها صوص الطحينة والبصل بالسماق. بتمنى تكون وصفتنا نالت إعجابكم. ادعمونا بلايك واشتراك بالقناة وتابعونا بكل جديد. شكرا ويعطيكم العافية.